يلا بينا نعمل مع بعض خيار مخلل، احلى خيار مخلل. عندي خيار كده، كميه كده من الخيار، هما كانوا اصلا في التلاجة. طلعتهم غسلتهم كويس جدا بلفت الخضار، وقلت لما اخلله معاكم. وانتي بتجيبي خيار ما تجيبوش كبير قوي للتخليل، جيبيه وسط او صغير. ولازم يكون سوا بعض عشان ايه؟ قصدي مقاس واحد عشان ياخد سوا واحد. يعني لازم ايه، يا كبير يا وسط يا صغير، بس يكون قد بعض، ما تكونش واحده صغيره وواحده كبيره وكده. جبت البرطمان بتاعي وقمت بقى ايه، بوقف كده الخيار فيه بالشكل ده. بوقفه جنب بعض كده بالشكل دوت، وبعد كده هرص طبقة تانية فوق زي ما احنا ايه شايفين. برص كده الخيار بتاعي بالشكل ده في البرطمان. عايزه اقولك ان الخيار دوت هيقعد معايا اسبوعين بالظبط، 15 يوم، وهتاكلي احلى خيار. دي الطريقه اللي انا ايه، اللي هي ايه، يعني بيقعد اسبوعين وبعد كده ايه يتاكل ان شاء الله. بعد كده هنعمله طريقه اللي هو ايه بيتاكل في يوميها او تاني يوم على طول. المهم هيقعد اسبوعين وناكله. عندي بقى فلفل حار كده، كام قرن فلفل حطيته كده على الخيار. طعم الفلفل مع الخيار، الفلفل بيخلي ريحة الخيار حلوة جدا. بيدي الخيار لون، بيدي كده بجد ريحة مات الخيار، ريحة حلوة جدا. معايا بقى توم كده. ابتديت ان انا احط بين ايه يعني، اوزع كده 5 فصوص توم في البرطمان بالشكل ده. احط كده ايه بين كل خياره والتانيه فص من الثوم. وهنا جبت الملح بتاعي، جبت ميه عاديه من الفلتر او ميه عاديه من الحنفيه، وحطيت كده 4 معالق من الملح. وهحط معلقه سكر، ودي طبعا الماده الحافظه للخيار. وهبتدي ان انا اقلب الميه كويس جدا، وبعد ما دوبت السكر مع الملح هبتدي ان انا احط الميه في البرطمان. بحيث ان انا ايه، اخلي الميه مغطيه الخيار بتاعي، او مغطيه مغطيه المخلل بتاعي. بنزل بقى كده بالميه بالشكل ده لحد ما الميه تغطي الخيار كده بتاعي بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا ايه، طبعا لازم ان انا اي حاجه بخللها تبقى ايه محكمه، او البرطمان محكم بالشكل ده. هجيب كيس تلاجة 2 على 2 وهغطيه، طبعا ده كده زيادة احكام بالشكل ده. بجد هيطلع معاكي طعمه حلو قوي، هنشوفه كده مع بعض، هنبقى نقدموه مع اي وصفه اكل. بحبكم في الله احلى اخوات. حطوا بقى لايك وشير وسبسكرايب.